بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أخينا الشاعر ساير بن عزيز العقيلي أبو عبد العزيز، هذا الحضور نتاج وفائك وكرمك، وما للوفاء إلا وفاء، وأنت أحد إداري ملتقى حمران النواظر. مبارك لك زواج الابن أحمد عريس الليلة، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. والتهنئة موصولة لأهل العروس، كما أن حضور بعض أعضاء ملتقى حمران النواظر في هذه الليلة السعيدة والمشاركة في الأفراح والأتراح هي إحدى ثمرات هذا الملتقى المبارك، والشامخ بأعضائه الكرام كل التقدير والاحترام على حرصهم على التلاحم والترابط. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة الكرام، عبادة التفكر من أعظم العبادات التي تزيد الطاعة والعبادة والفرائض والواجبات، ومن صفات المتفكرين الإسراع في الطاعات والبعد عن المحرمات. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة التفكر هي عملية تأمل القلب والعقل في جمال الكون، هي من أعظم العبادات التي تملأ قلبك بمعنى لا إله إلا الله. هي عبادة أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نزلت الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يقوم بهذه العبادة. يقول الله تعالى عن هذه العبادة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات